نتحدث الآن عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو معتقد الخاص بك في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وآله كان يقول: من سب عليا فقد سبني، ومن سبني فقد سب الله، ومن سب الله أكبه الله على منخريه في النار. لا ما فيش حديث كده أبدا أبدا. يعني قل سؤالك بس من غير ما اطرح سؤالك ودعنا نتكلم. لا، هذا الحديث موجود يعني عن رسول الله أم لا؟ لا، غير موجود في كتبك أنت، لكن مش عندي أنا، مش في ديني. سيدنا علي على العين والرأس، سيدنا علي على العين والرأس، ولا نرضى أن يسب أحد ولا ينتقص مقدار شعره ولا أي أحد من أهل البيت، لكن نقول هذا حديث قاله رسول الله، لا لم يقله. لا، واثقة من نفسها، مش واخد بالها. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل هذا الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل؟ لا يا الكعبة. مسند الإمام أحمد بن حنبل روت عن أم سلمة قالت: يسب رسول الله فيكم، قال رسول الله: من سب عليا فقد سبني، ومن سبني فقد سب الله، ومن سب الله أسبه الله على منخريه في النار. إسناده صحيح، تعليق الشيخ الأرنؤوط. هذا الحديث أخي الجليل في مسند أحمد بن حنبل. أنا سأرجع للمسند وتظن الأسبوع القادم إن شاء الله. أخوك بقى عامل فضايح. أنا سأرجع للمسند. إيه سؤالك من وراء هذا الحديث؟ من وراء هذا الحديث أن المغيرة بن شعبة كما ثبت عنه أنه كان يخطب ويسب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، والنبي بشر هذا الصحابي بالنار بأنه أكبه الله على اسمع الأول. أنت قلت هذا الحديث رواه أحمد، حديث بقى اللي بتدعي فيه أن هذا الصحابي سب علي، أين مصدرك فيه؟ ما دليله؟ أيضا روح عم روح لا خلي الناس تضحك عليك، روح بعد لا تسويها. أيضا في مسند الإمام أحمد في رقم الحديث 1638 قال: خطب المغيرة بن شعبة فنال من علي، فخرج سعيد بن زيد فقال: أتعجب من هذا يسب عليا؟ إسناده صحيح، تعليق الشيخ الأرنؤوط. المغيرة بن شعبة أخي الكريم، أنتم عقيدتكم في الصحابة خطأ وباطلة وضلال. لك ترجع للوب يلا.